السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي، معاكي رشا الاسيوطي. ولو دي اول مره تشوفيني حابه اقولك من قلبي نورت القناه، يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي البسيطه وروتيني اليومي اللي بحب اشاركه معاكم من قلبي. انا بحاول اقدم حاجه بسيطه وسهله من غير تكاليف عشان كل ست تقدر تعملها. النهارده جايبالك وصفه من الوصفات اللي كلنا بنحبها وسهله جدا ومش محتاجه فرن ولا مجهود. هنعمل مع بعض الحوش البيتي على عين البوتاجاز. الحوش طري وطعمه مش طبيعي، ريحته بس كفايه تخلي البيت كله يتلم حواليكي. العجينه مش موجوده ولا يهمك، هنعمل بالعيش البلدي اللي عندك في البيت. هاتيه وتعالي نعمل بيه، يلا بينا. هنا هجيب 4 بصلات حجمهم وسط وهفرمهم فرم ناعم، وبعد كده هنزل بالفلفل برضو نفس اللي هو الخلاط، وهفرم برضو فرم ناعم. احط 4 فلفلات، لو عندك فلفل حار ممكن برضو تضيفيه لو انت بتحبيه، لو مش حابه ممكن تستغنوا عنه تماما. وبعد كده برضو افرمهم فرم ناعم زي البصل. احنا هنا بنعتمد في الحواوشي على البصل والفلفل الكتير. هتقولوا لي ده كتير على ربع كيلو، اقول لك لا مش كتير على ربع كيلو. احنا هنا معتمدين على الفلفل والبصل، مش معتمدين على الفول الصويا. هنا هجيب معايا ربع لحمه، هجيب بولة وهنزل بيها على ربع كيلو من اللحمة وجزء من اللي هي الضاني وتوم وبصل والفلفل. طيب انت لو مش بتحبي اللي هي الضاني ممكن تستغنى عنها تماما، بس اللي هي الضاني بتدي للحوشي طعم خرافة غير الوصف. اي حاجة فيها لحمة وحطيتي لها اللي هي ضاني سواء شوي او كفتة بتديها طعم في حتة تاني خالص. وهنا حطيت بقى البهارات اللي عندي، حطيت الفلفل، معلقة من الفلفل، معلقة من الملح، معلقة من الكزبرة، ومعلقة من البابريكا. انا هنا لسه ما ضفتش معاكم دهون، انا هضيف معاكم دهون 100 جرام من الدهون وهضربهم معاكم في الخلاط، هيتفرموا فرم ناعم، مش هيبان اي اثر الدهون في رغيف الحوشي نهائي. على فكره الخلاط ده بيفرم الدهون فرم حلو جدا يعني. لو عندك خلاط زيه بيفرم معاكي الدهون، بيفرم معاكي عندك فراخ برضو بيفرمها فرم ناعم. بس اهم حاجه تكون حاجه يعني مجمده فيه بيفرمها معاكي، غير كده مش بيفرم. حاجه طريه مش هيديكي يعني القوام الحلو المظبوط في الفرم. بعد كده انا ضفت كل المكونات على بعض، بس هجيب معاكم برضو هضيف معاكم كيس خلطة الحواوشي برضو احطها معاكم في الحواوشي. كيس الخلطة ده برضو بيبقى ريحته حلو، بيدي طعم الحواوشي حلو. وهنا قسمت الصينية على 8 اجزاء وكل جزء فيهم هاخده على رغيفين. انا هنا عملت كمية حواوشي حلوة ومحترمة جدا. من ربع كيلو لحمة عملت طلع معايا 10 ترغيفة، ومعايا برضو لحمة زادت انا حفظتها في الفريزر معاكم. اللحمه اللي زادت دي تعمل لي 4 رغيفة تاني، يعني اجمالي 14 رغيف من ربع كيلو لحمه. وانا ضايفه لحمه كتير في الرغيف، انا مش حاطه كميه قليله، لا انا حاطه كميه لطيفه، يعني باينه ان في لحمه انت بتاكلي رغيف حواوشي. هنجيب صينيه تيفال هنحط فيها زيت وهعلي النار على الاخر. اول ما الزيت يسخن على طول هوطي النار اوطى حاجه، بعد كده هنزل بيه على الرغيف وابقى موطيه النار. طيب اول ما اللون تحت يعني الرغيف ياخد لون ذهبي هبدا اقلبه على الناحيه التانية، كل ده على نار هاديه جدا عشان اللحمه من جوه تستوي وتطيب معاكم. وهبينها لكم برده في الفيديو ان رغيف الحوشي مستوي جدا من جوه. وهنا هعمل معاكم الطحينه. ولو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله هسيبلك وصفه الطحينه باذن الله، تقدري تعملي الطحينه الخام في البيت بطريقه موفره جدا. وتعالوا نشوف مع بعض شكل الحوشي من جوه مستوي ازاي، مفيش اي نسبه دهون فيه خالص، ان العيش شرب الدهون كلها. مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.